انا رحت الكوربه او مزار الكوربه يعني تقريبا، وكالعاده انا بروح المكان الغلط في الوقت الغلط. يعني انا نزلت من الباص من هنا اهو، حسيت ان انا نازل مدينه الانتاج الاعلامي. معظم الناس هناك معاها الديفيوزر بتاع الكاميرا وكاميرات بروفيشنال. لا ايه ده، انا نزلت في عالم الحيوان، انا عارف الكاميرا دي بتاعت العالم الحيوان. هو في قرود ثابت في الكوربه؟ ارجع تاني طيب ولا ايه؟ واللي حسسني اكتر ان انا المفروض ارجع البيت تاني اني تقريبا كنت مخالف للكاتيجوري للناس اللي بتخش الكوربه، دخلوني بالغلط تقريبا في اليوم ده. يعني الناس كانت هناك يا كابلز يا بنات يا كاميرا مان ومعاه المساعد بتاعه، فانا لوحدي انا هنا بعمل ايه؟ ماشي بقى كده وحيد الكلب. ده غير بقى الناس بتتصرف هناك بطريقه غريبه جدا. تقريبا الناس هناك بتروح لاغيه عقلها وبتتصرف بقى زي ما هي عاوزه بقى، خلاص يلا. فالناس هناك مش بتختار منظر تتصور معاه، هم بيصدروها في اي حته وبيروحوا واقفين يلا هنتصور يلا ها. طب يا ماما باب المحل، لا لا انا هتصور هنا. يا حاجه باب المحل، ليه يا ماما كده؟ يعني في واحده فضلت واقفه قدام باب المحل نص ساعه بتصور صاحبتها اللي ظهرها للشارع. انا لو صاحب المحل كنت هزنبقها بالباب، تنزل روح متشلوحه لو شات حرام تعمل كده تاني. ده غير اللي تروح ماشيه في الشارع كده فجاه في نص الشارع تروح واقفه يلا صوريني هنا. لا انا هتصور انا ظهري للشارع في نص الشارع وانا بموت دلوقتي. وبعدين بقى الناس تحس ان هم طبقات اجتماعيه هناك. يعني في ناس معاها فلوس فدخلت المطاعم جوه، في بقى ناس تانية مش معاها فلوس تقريبا مستنيه حسناتهم. عارف القطه ما بتشوفك عايز تاكل فبتيجي تقف تحت الترابيزه؟ هم عاملين كده. يعني هم واقفين قدام المحلات وباصين للناس اللي قاعده في الترس بتاعه المحل. هو انتوا كلكم مستنيين حسناتكم ولا ايه؟ ما انا مش فاهم. ما دي اكيد مش ويتنج ليست. والكاتيجوري التالت واقف على الرصيف اللي في نص الشارع. يعني الرصيف اللي في نص الشارع ده دايما بيبقى استربايه صغيره كده عليها عمود نور وشجره يتيمه رفيعه محدش بياكلها واقفه كده في نص الرصيف. هناك في الكوربه في بني ادمين بدل الشجر والعمود النور. انت مش محتاج نور هناك، كفايه نور الفلاش. وكل واحده واقفه على الرصيف خلاص انا هتصور هنا دلوقتي. تتصور وراها مليون واحده تانيين. حضرتك واحنا بنتصور على ريد كاربت دول الصحفيين اللي ورا، يعني ما بالواحد بيختار المنظر يتصور عنده. لا انا هتصور هنا. وبعدين يا عيني كان في ناس برضه هناك وحيد الكلب زي بالظبط. يعني فجأة لقوا نفسهم وسط ناس عمالة تتصور في كل حتة، فقال لك يلا أنا هندمج معاهم بسرعة، يلا طلع الكاميرا تصور في أي حتة. فلقيت لك بنت واقفة كده لوحدها، طلعت الموبايل بدأت تصور نفسها سيلفي قدام يافطة محل عشان يافطة المحل ترمي عليها سوفت لايت بقى. فقعد بقى عمال هي حضرتك ليه كده؟ شكلك عبيط. هم عبط نبقى عبط زيهم؟ يعني وحدانية وعبط الاتنين. بس يعني بصراحة I feel you وبدعمك، وكل اللي بيتفرجوا على الفيديو بيدعموكي برضه، عشان انا واللي بيتفرجوا على الفيديو ده تقريبا برضه بينزلوا لوحدهم وبيبقى نفسهم يعملوا حاجات كتير بس هم نازلين لوحدهم في الاخر برضه. يلا ان شاء الله النصيب هيجي. ده غير بقى جروبات الكابلز، كل انواع جروبات الكابلز اللي في الحياه هتلاقيها هناك بقى. اللي خارجه مع خطيبها واخده اتنين اصحابها محرم، الاتنين اصحابها بنات محرم. انا بس نفسي اسال على حاجه فاينانشال في الموضوع. يعني الولد ده بيدفع للثلاثه ولا كل واحد بيدفع حسابه؟ عشان انا بس يعني ابقى فاهم اللي بيحصل فاينانشال. ولو ما لقيتش اتنين بنات هتلاقي معاها واحد ولد وواحد بنت، فاتنين كده ماشيين عمالين بيحبوا في بعض وقلوب، وفي اتنين ماشيين كده بوديجاردات على اليمين والشمال. تحسهم كانوا مرتبطين اول الخروجه واتطلقوا في نصها، ما تفهمش فيه ايه. كل واحد بقى ماشي باصص في الشارع اللي انا مش انا لو كنت سمعت كلام ماما وذاكرت كنت هبقى في مكان احسن دلوقتي. ده غير الكابلز اللي بيتصرفوا بطريقه غريبه. يعني الناس هناك بتتصرف باريحيه قوي لدرجه تحسهم في البيت. ففي كان كابل قاعد في سكند كاب شمال الباب، وتقريبا خطيبها او جوزها بيشنب جديد. يعني الراجل لسه بيطلع شنب في حاجه غريبه لدرجه انها خلتها وهي قاعده في الشارع عماله بتعمله كده على شنبه، بتعدله الشعر تقريبا. هو بص بقى 1 2 3 على الجوازه ان شاء الله هيكون الشنب طلع كامل كله، بس انت اصبر معايا. ايوه عديني شنبي. انتوا بتعملوا ايه؟ المهم مبروك يا عمو على الشنب الجديد اللي طالع لك. انا شفتك وجيت احكي لمئات الالاف التانيين وجايين يباركوا لك هم كمان. ناس غريبه. ده غير الكابل السرسجي، تحس ان البنت مخطوفه. يعني ايه نازله غصب عنها، الواد طلع شدها من شعرها من البيت ونزلها تحت في الشارع. ففجاه البنت تبقى ماشيه كده وشها لوش الواد يروح جايبها كده يا بت ويروح لاففها كده وجايبها تحت كتفه خاطفها كده اللي هو تعالى يا بت في ايه مين زعلك، ويروح خانقها كده حوالين رقبتها. فاللي هو انا حضرتك بتموتها ولا دي حنيه ما بينكم ولا في حد فيكم سادي؟ فيعني انتوا بتعملوا ايه؟ لا بجد انتوا بتعملوا ايه هناك؟ يعني ما ينفعش ككابلز نتصرف طبيعي في الشارع قدام الناس كلها؟ لازم نبوس بعض في الشارع؟
ماشي تمام يلا. ده غير المحلات هناك في الكوربه. سؤال بس صغير بس، يعني هو انتوا هتلغوا الرجاله قريب ولا الرجاله خلاص هتمشي بلابيس في الشارع؟ ما مش معقول 95% من المحلات اللي في الشارع تارجت اودينس بتاعها الستات. مع حضرتك ما احنا موجودين كرجاله، وما كانش فيه غير محل واحد اللي فيه اطقم تنفع لرجاله وبيجامات. فاللي هو ايه، بص انت كراجل تنزل تاكل لك لقمتين وتيجي تاخد لك بيجامه وتطلع تتخمد، ما تقرفناش بقى تاني. ده اللي انا فهمته. ناس غريب. ما تنسوش تعملوا منشن لاصحابكم اللي بيحبوا يروحوا الكوربه، واللي نفسهم يروحوا الكوربه يلحقوا يشوفوا التجربه قبل ما يروحوا. وكنصيحه، ما تروحش الكوربه في اعياد ويوم خميس بالليل، روح في اي يوم تاني لو عايز تحس ان انت انسان طبيعي. بس كده، كان معاكم زيزو او محمد احمد، السلام عليكم.